أعزائي المستمعين مستمعي راديو الوكالة السورية لحقوق الأنباء، يسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أهل الخير. وكان لنا لقاء اليوم مع الدكتور مصعب إخلاص مدير دار الرحمة للاستشفاء. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، شرفنا معرفتكم. أهلا وسهلا دكتور. في البداية حبذا لو تحدثنا عن دار الرحمة بالتأسيس، كيف تأسست دار الرحمة؟ تأسست دار الرحمة من حوالي 3 أشهر بمجهود شخصي من مجموعة من الأشخاص قدموا لنا بعض الدعم، ومجموعة من الشباب المتبرعين الذين يعملون بعمل متطوعي في هذه الدار. قمنا باستئجار دار صغيرة مكونة من 30 سرير، وبدأنا استقبال الجرحى وتأمينهم إلى المشافي واستقبالهم بعد العمليات الجراحية حتى يتم استكمال العلاج بشكل كامل، ثم تأمينهم إلى الداخل السوري. نعم. بالنسبة لهذه الدار، ما هي الخدمات التي تقدمها للجريح السوري؟ تقدم هذه الدار ضمادات وتركيب سيروم وتأمين العمل الجراحي واستشفاء المريض حتى يستعيد عافيته، المعالجة الفيزيائية حتى أن يستكمل المريض علاجه بشكل كامل. نعم. بالنسبة لدار الرحمة، عدد الكادر فيها واختصاصاتهم؟ عدد الكادر الموجود في دار الرحمة 4 أشخاص، طبيب و2 ممرضين ومتطوع آخر يعمل في مجال الطب. نعم. بالنسبة لدار الرحمة، هل دار الرحمة تابعة لجهة سياسية معينة؟ لا تتبع لأي جهة، لا جهة سياسية ولا أي تنظيم ولا أي شيء آخر. هي عبارة عن مجموعة شباب مرتبطين متبرعين للعمل في هذا المجال الطبي والصحي لخدمة أهل البلد. كيف تغطي دار الرحمة مصاريفها؟ بالتبرعات الخاصة من بعض الأشخاص بشكل لا توجد منظمة بشكل ثابت تدعم الدار، ولا توجد أي مؤسسة إنسانية تدعم الدار. بعض المؤسسات تقدم لنا بعض المواد الغذائية، وبعض الخيرين يقدمون لنا بعض المال من أجل مساعدة الجرحى على المعيشة. بالنسبة للهيئات السياسية المشكلة في تركيا أو المعارضة السورية في الخارج، ما ليس لها أي دور في تقديم المساعدة لدار الرحمة؟ لا يوجد أي دعم من أي معارضة، لا سياسية ولا غيرها. طيب. ما هي الرسائل التي تقدمها للمعارضة السياسية في الخارج؟ إذا أردنا أن نبعث رسالة للمعارضة الخارجية، ماذا نفعل؟ نطلب منهم التوحد والبحث عن صيغة لتشكيل كادر مؤسسة طبية تهتم بإعانة الجرحى في تركيا وجميع دول الجوار، وحتى العون الطبي في الداخل، لأن المعاناة في الداخل هي الأكبر، وعدم توحد الجهود وعدم توحد الدعم الكافي وعدم وجود الدعم الكافي يؤثر كثيرا على الجرحى، والمعاناة كبيرة في الداخل. بالنسبة للجيش الحر في الداخل، وشفنا نحن العدد الأكبر من الجرحى عم يكون من المدنيين ومن الجيش الحر. شو نقدم رسالة للجيش؟ نحن كمنظمة طبية، كدار الرحمة للاستشفاء، كعمل طبي نتعامل مع المرضى من جميع الأطياف الشعب السوري، مدنيين وعسكريين، ولسنا لنا ارتباط بالجيش الحر، ولا يعني ليس لنا ارتباط بشكل مباشر بالجيش الحر، ولكن أي مريض من الجيش الحر نستقبله ونقدم له معونه. صحيح أن المريض قد يكون هو من الجيش الحر أو مريض مدني، هو ابن سوريا. طبعا نقدم لهم كافة المعونة ونقدم كافة الخدمات الممكنة. نعم. نحن رسالة نطلب من الجيش الحر التوحد بشكل كامل، لتخفيف المعاناة عن أهلنا بالداخل، وتقديم العون للمدنيين، وتأمين الطريق كي يصل الجريح إلى تركيا. عندنا مشكلة كبيرة إنه وصول الجرحى إلى تركيا. نطلب من الجيش الحر أن يكون موحد، أن يؤسس منظمة أو جهة معينة تكون مسؤولة عن طريق أو إخلاء الجرحى حتى تصل إلينا بشكل سريع. بالنسبة لدار الرحمة استشفاء، هل هناك مشاريع مستقبلية لتطوير الدار؟ دائما هناك أمل في زيادة عدد الغرف
بزيادة الدعم الطبي، بزيادة عدد الأجهزة الموجودة في الدار، بإقامة صالة للمعالجة الفيزيائية. نأمل دائما في تحسين هذا الأمر، ونحاول جاهدين على هذا الأمر. في نهاية هذا اللقاء كل الشكر لكم أعزائي المستمعين، والشكر للدكتور مسعد طاس مدير دار الرحمة للاستشفاء. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.